حكمة حبيب نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية. حقيقة تمر الأزمة السورية في هذه الفترة منحى جديد، خصوصا بعد العدوان التركي على شمال وشرق سوريا واستهدافه لمناطق رأس العين سريكانية وتل أبيض، وذهاب العشرات من الضحايا وخصوصا المدنيين، حيث استخدم هذا العدوان كل أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا إن كان الفوسفور أو النابالم. وهناك حالات حقيقية موجودة في المشافي تم إيصاله إلى المجتمع الدولي. كذلك قام بارتكاب مجازر بحق المدنيين خلال هذه الفترة، خصوصا على قرية زرقان ومشراف، وأدى إلى ذهاب ضحية العديد من المدنيين. كذلك من خلال مرتزقتها قامت هذه المرتزقة بنهب ممتلكات الناس والعمل على ترحيلهم من خلال استخدام العنف، وهو إعادة مرة أخرى لإحياء تنظيم داعش، حيث كان هذا العدوان هو فلتر جديد لداعش أمام صمت دولي وضمن تجاذب المصالح الدولية، خصوصا الدول التي كانت تحارب معنا في محاربة داعش. واستطعنا من خلال قوات سوريا الديمقراطية وقدمنا ما يقارب 11,000 شهيد و22,000 جريح خلال معاركنا مع داعش بالتنسيق مع التحالف الدولي، أن الدول لها مصالحها ولها سياساتها. ففي لحظة من اللحظات قرر الرئيس ترامب وعبر تغريدة لانسحاب هذه القوات من شمال سوريا، تاركا أبناء المنطقة يواجهون هذا الخطر الجديد من العدوان التركي. ونحن حقيقة في مجلس سوريا الديمقراطية لم نكن نعول على الولايات المتحدة ولم نمثل المشروع الأمريكي، إنما هي كانت ناحية أخلاقية لدى دول العالم التي عليها واجب أخلاقي أن تقم مع هذه القوات ومع هذه المكونات التي حاربت الإرهاب نيابة على العالم. ولكن أيضا ندرك بأن السياسة الدولية هي سياسة مصالح، نحن مصلحتنا مع شعبنا، وكان أمامنا خيار واحد هو المقاومة. وبعد مقاومة أطلقت عليها مقاومة الكرامة، ولوقف نزيف الدم وافقت قوات سوريا الديمقراطية على الهدنة التي تم التوافق عليها ما بين الولايات المتحدة وحكومة العدالة والتنمية لمدة أعتقد 5 أيام، سوف تنتهي مساء هذا اليوم. في ظل هذه المهلة انسحبت قوات سوريا الديمقراطية من المنطقة الخاضعة ما بين رأس العين وتل أبيض بطول 130 كيلومتر وبعمق ما يقارب، تتراوح أحيانا بعض المناطق 10 كيلومتر إلى 30 كيلومتر، نتيجة تطبيقا لهذه الوثيقة، ومن أجل حقيقة وقف نزيف الدم والقتل الممنهج الذي تقوم به حكومة العدالة ومرتزقتها في تلك المنطقة. على هذا الأساس نحن اتجهنا باتجاه آخر، نحن نعمل طبعا لا نحشر نفسنا في زاوية واحدة، لدينا خياراتنا السياسية. فوقعت مذكرة تفاهم بيننا وبين روسيا من أجل أن انتشار الجيش السوري على الحدود من أجل الدفاع عن سيادة الدولة. نحن كنا نطرح دائما خلال لقاءاتنا السابقة مع الحكومة السورية وفي الحوارات بأن الجيش السوري هو جيش وطني لكل السوريين، من حقه أن ينتشر على الحدود ويدافع عن سيادة الدولة إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية. انتشر في بعض المناطق ولم يتم حتى هذه اللحظة استكمال هذا الانتشار. واليوم طبعا اليوم هو يوم مهم، هو نهاية هذه المهلة أو هذه الهدنة، ونخشى أن تستمر الدولة التركية بعدوانها مرة أخرى على هذه المنطقة. ونترقب حقيقة اللقاء المزمع اليوم ما بين الرئيس بوتين وأردوغان في سوتشي، حيث يتم نقاش الأزمة السورية وفق توافقات ومصالح هذه الدول. ونحن طبعا هناك لدينا خطوط حمر في التوافق مع هذه المشاريع، وهو مشروع الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية من خلال تحقيق طموح شعبنا. ونحن أمام خيارين، أما أن نحقق عهدنا لشهدائنا من خلال مشروع ديمقراطي أو ندخل في مقاومة، ونحن أمام هذا الخيارين فقط. طبعا هناك ضغط دولي كبير جدا حصل على تركيا، ولم تأتي هدنة الدولة التركية كحبا للسلام كما يدعي أردوغان، إنما نتيجة الضغط الدولي، حيث لم يقف مع العدوان إلا دولة قطر العميلة والصومال. أما بقية دول العالم إن كان على المستوى البرلماني أو الاتحاد الأوروبي أو مجلس الأمن، هناك حقيقة مواقف دولية كبيرة جدا. هناك موقف قوي حتى اللحظة في الكونغرس الأمريكي، وهناك زيارة للرئيس المشترك رئيس الهيئة التنفيذية إلهام أحمد إلى الكونغرس، والتقت بالعديد من النواب إن كان من الحزب الديمقراطي أو الجمهوري. وطالبنا نحن في مجلس سوريا الديمقراطية، وأوصلت رفيقتنا إلهام أحمد بأننا نطالب بوجود قوات دولية لفصل ما بين القوات التركية ووقف هذا العدوان. كذلك هناك اليوم ظهر من وزير الدفاع الألماني ومن خلال السيدة ميركل أيضا، وطرحت على الكريملين بأن يتم هناك تشكيل قوة دولية من روسيا وفرنسا وألمانيا وحتى تركيا إن كانت هي ترغب بذلك،
هناك أمور مستعجلة حقيقة خلال الساعات القادمة، سوف تتغير متغيرات كبيرة على الساحة الداخلية. نحن من جهتنا يدنا ممدودة إلى الحوار، نحن لا نشكل خطر على الدولة التركية كما هي تدعي. لم تطلق طلقة واحدة من الحدود السورية باتجاه تركيا، إلا أننا حقيقة نرغب أن نعيش في سلام، ولا يوجد كما تدعي تركيا بأنه مشروع كردي. نحن مشروع ديمقراطي من كل المكونات، والكرد هم السوريون لديهم مشكلة، ونعتبر نحن كسوريون من القوميات الأخرى بأن هناك مشكلة وطنية، القضية الكردية لحل القضية الكردية وفق دستور سوريا القادم، ونرغب بأن يكون هذا الدستور ملبي كل طموحات شعبنا. وبالدرجة الأولى نسعى لأن نوقف هذا العدوان على شعبنا، وبالتالي دخول العملية السياسية في سكتها الحقيقية والوصول إلى حل توافقي يرضي كل السوريين.